خليني احكي لك على تجربة عملها عالمين جيمس اولدز وبيتر ميلنر سنة 1954. كانوا بيعملوا تجارب على مخ الفئران، ركبوا اقطاب كهربائية على مخ فار عشان يراقبوا مركز المكافأة في المخ. حطوا فار في قفص لوحده وقدامه اكل ومية وقدامه زرار، وكل مرة هيدوس على الزرار ده هيحصل تحفيز كهربي لمركز المكافأة في المخ وهيفرز دوبامين. يعني كل ضغط على الزرار ده بشعور سعادة حالا بالا ناو. النتيجة الفار تجاهل الاكل والمية وضغط الزر ده مئات المرات يوميا، وفي بعض الحالات الفار مات من الجوع والعطش لانه كان بيدور على المتعه بس. معنى الكلام ده ان المخ لو لقى طريقه ياخد بيها مكافاه فوريه وهميه ممكن ياخدها ويسيب اي حاجه تاني حتى الحياه نفسها. لكن في وقت تاني في عالم كندي اسمه بروس الكسندر قال يا جماعه انتوا عاملين تجربه على فار محطوط في قفص لوحده ويمكن مش دي ظروف طبيعيه، هنعمل التجربه مره تانيه على قفص اكبر وهنسميه ريد بار. قفص اكبر فيه اكل وشرب ولعب، والاهم من ده الفار مش هيكون في عزله، هيكون معاه مجموعه تانيه، وحط لهم ميه عاديه يشربوا منها وميه تانية فيها مخدر مورفين. النتيجه ان اغلب الفئران ما شربتش من الميه اللي فيها مخدر، وحتى اللي شرب شويه قليله، يعني ما ادمنش وما كانش في حالات موت زي التجربه الاولى. وده يخلينا نلاحظ ان مش بس الماده نفسها هي اللي ممكن تكون سبب الادمان، لكن ممكن العزله والملل والفراغ والوحده. واديك شفت الفار في قفص لوحده وفي عزله ادمن متعه وهميه لحد ما مات، والفار اللي كان في مجتمع صحي ومش في عزله ما ادمنش وكان عنده بدائل تانية.